تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة صباح السبت 25 فبراير من توقيف شخص يبلغ من العمر 34 سنة من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه فيه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. وقد جرى توقيف المشتبه فيه على مستوى حي أرض الدولة بمنطقة بن بكادة، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزته على 327 لفافة من مخدر الهيروين و16 جراما من نفس المخدر، وأيضا 54 لفافة من مخدر الكوكايين من نفس المخدر، علاوة على مبلغ مالي وثلاث هواتف محمولة وميزان إلكتروني وصفيحتين معدنيتين تحملان أرقام سيارة مشبوه فيها.